السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. درس النهاردة هنتكلم فيه عن الادجectives، الصفات. امتى استخدم الصفة ويعني ايه كلمة صفة؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في درس النهاردة. نبدأ على بركة الله. adjective. adjectives هي ايه اصلا؟ هي عبارة عن كلمة بتوصف الاسم. هي عبارة عن كلمة غالبا ما تصف الاسم. طيب هي بتيجي قبل الاسم ولا بعده؟ تأتي قبل الاسم. تأتي قبل الاسم أو بعد verb to be. بعد verb to be. تمام يا شباب؟ طيب تاني، الصفة هي عبارة عن كلمة بتوصف غالبا الاسم. طيب لو جت الصفة هتيجي قبل الاسم ولا بعد الاسم؟ هتيجي قبل الاسم أو بعد verb to be. طيب عايزين نعرف يعني ايه الكلام ده. ممكن نقول كده: هدى is a nice girl. هدى بنت جميلة. طيب عندي كلمة girl، ده اسم صح ولا لا؟ nice adjective، صفة جت قبل الاسم ولا ما جاتش؟ جت قبل الاسم. طيب عندي verb to be، يبقى كلمة nice جت بعد verb to be. أو ممكن أقول she is beautiful أو he is short، هو قصير. قصير هنا short جت بعد verb to be، تمام. ونايس هنا جت قبل كلمة girl لأنها اسم. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه كلمة صفة، يعني ايه adjective. هي عبارة عن كلمة بتوصف الاسم، تأتي قبل الاسم أو بعد verb to be. طيب يا شباب، دلوقتي أنا عندي بعض الأفعال زي be وget وbecome وإيه تاني، وعندي go وgrow، وفي واحدة كمان turn. تمام يا شباب؟ أنا عندي الأفعال دي بيجي بعدها صفة. طب لو جه بعدها صفة، ال الأفعال دي بتبقى بمعنى يصبح. بمعنى إيه؟ يصبح. طيب يعني إيه الكلام ده؟ ممكن أقول he will be happy. هو سيصبح سعيدا. هو سوف يكون أو سوف يصبح سعيدا. تمام؟ طيب ممكن أقول إيه تاني؟ the food، الطعام مثلا went bad، أصبح سيء. الطعام باظ، أصبح إيه؟ فاسد. ممكن أقول جملة تانية زي آه the sea turns أو turned rough. البحر أصبح هائج، في أمواج في البحر، أو أصبح هائجا. تمام؟ يبقى عندي الأفعال دي لا، ممكن يجي بعدها صفة. في الحالة دي الأفعال دي بيبقى معناها إيه؟ أصبح. تمام يا شباب؟ ممكن يبقى عندي أفعال إيه تاني؟ ممكن عندي فعل sound، عندي look، عندي seem و appear. الأفعال دي بمعنى يبدو، يأتي بعدها برضو صفة.
adjective. مثلا that sounds great. هذا يبدو عظيما. تمام يا شباب. ممكن اقول لك ايه تاني؟ he looks happy. هو يبدو سعيدا. يبدو سعيدا. تمام يا شباب. يبقى انا عندي كده الافعال دي لو جت بتبقى بمعنى يصبح، ياتي بعدها صفه. الافعال دي sound و look و seem و appear معنى يبدو، برضه هيبقى بعدها صفه بمعنى الافعال دي هتبقى بمعنى يبدو. طب ممكن يجي لي ايه تاني؟ في عندي verb smell، وعندي taste، وعندي feel اللي هو ملمسه. ملمسه أو طعمه أو مذاقه أو رائحته. مثلا ممكن يقول لي مثال this flower الوردة دي أو الزهرة دي smells good، ريحتها حلوة مثلا. آسف يا جماعة لانقطاع الصوت مرة واحدة، معرفش ايه اللي حصل. نكمل آخر مثال. the food tastes good أو delicious. تمام. tastes هنا جاء بعدها صفة سواء good أو delicious. وعندي this shirt feels soft، ملمسه القميص ده ملمسه ناعم، يبقى عندي هنا feels جاء بعدها برضو ايه؟ صفة. تمام يا شباب. بنهاية الدرس بتاع النهاردة أتمنى الكل يكون استفاد. ولو أول مرة تتفرج على القناة عندي، تنورني باشتراكك في القناة وتعمل لنا لايك وتشير الفيديو لحبايبك أو للطلبة زمايلك بحيث إن الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.